السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الأحرار والشرفاء فقط. كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم أحرار وشرفاء. الحقيقة في الأيام المباركة اللي احنا فيها، أو الأيام اللي المفروض تكون يعني بيعم فيها الخير والسعادة والفرحة على كل الأمة، أنا حابب أوصل رسالة بسيطة جدا لكل الناس اللي فاكرة نفسها أنها تعبدت في رمضان وأدت يعني النسك وختموا القرآن أكتر من مرة، وكانوا محافظين جدا على قيام الليل وعلى التراويح وعلى يعني كل السنن والنوافل وحتى الفروض طبعا، وفاكرين ان هم كده يعني خلاص رضوا ربنا وان هم كده يعني مستعدين للقاء الله. حابب افكر كل المتخاذلين دول، كل المتخاذلين دول، كل اللي فاهمين الدين غلط على مقاس يعني البياده اللي بتفرض عليهم ان هم يفهموا الدين بالطريقه دي، ان الكم علمه مش عالم، او العمم اللي محطوطه على شويه رمم اللي بيقولوا لكم ان هو ده الدين او هي دي عقيدتك وهو ده المطلوب منك. افكرك ان كفار قريش انا يعني نقيت لك اوسخ واحقر قوم اتضرب بيهم ابشع الامثله في القران الكريم. كفار قريش اللي يعني اذوا وضروا النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وقائدنا وشفيعنا ومعلمنا، اذوا وضروه في كل شيء، تأولوا عليه، خاضوا فيه اسمه وسمعته، ضرر مباشر ضرر غير مباشر، طالوا هو وطال اسرته طال زوجاته. انتوا عارفين يعني قريش دي تبقى ايه، ويعني سمعتهم يعني وسط المسلمين عامله ازاي. فتخيلوا حضراتكم لما قريش خرج منها بعض الناس اللي يعني ممكن يكون عندهم ذره عقل، يعني ما هماش بهيمه انعام اعز الشرفاء الله اعزكم الله، يعني اعز الاحرار الله. لا، انا بتكلم على بني قريش، او يعني اهل قريش لما اشتد الحصار على بنو هاشم، اشتد عليهم الحصار، وكان حصار مطبق عليهم يعني، فما لقوش اي طريقه غير ان هم يعبروا عن اللي جواهم بيها. لما كان عندهم شويه نخوه وشويه يعني وهم حتى اسمهم كفار يعني، وكان عندهم شويه نخوه وشويه ضمير شويه شرف، فقالوا لسادتهم وقادتهم: أنأكل الطعام ونلبس وبنو هاشم جوعى. يعني حتى في عز اللي هم فيه ده كله كانوا شايفين ان الحصار ده شيء قذر، انك تترك ناس منك في الحاله دي، قذاره ما بعدها قذاره، زباله ما بعدها زباله، تخاذل ما بعده التخاذل، انبطاح ما بعده انبطاح، وساخه ما بعدها وساخه. ما قبلوش حتى وهم كفار على اخواتهم المشهد ده او اللي بيحصل ده، او استنكروا حتى التصرفات بتاعت القاده دي. فاياك تفكر يا اللي قاعد انت يعني قاعد انت تتعبد وفاكر ان انت مقبوله يعني عبادتك. في مسلم زيك عربي زيك بيموت، ابنه بيموت، ولما بيطلع حد منهم ماسك كف ابنه او بنته مقسومه نصين او مشطوره شطرين، واحنا بنيجي نقول يا رب يحصل الكلام ده في اي انسان يعني من القاده او من اللي بيدعموهم او اللي بيأيدوهم او اللي بيضمنوا بقائهم او اللي بيتمنوا استمرار هؤلاء الخونه. لازم تفهم ان انت يا متخاذل يعني وضعك صعب. يعني اذا كانوا هم القاده بياخدوا القرارات دي، وفي شويه يعني ابناء سفاح بيدعموهم ويأيدوهم، سواء بقى اللي بقلب، انا بتكلم اللي بقلبه راضي في المؤسسات، على السوشيال ميديا، في الاعلام، في اي مصيبه سوداء، فانت كمان اياك يعني تعفي نفسك وتقول انا خلاص كده خلصت اللي عليا وتعبدت في رمضان. انت يعني مسلم سلبي او عربي سلبي، انت ما منكش فايده، انت فدته بايه؟ وسيبك بقى من جو العالم اللي هي يعني قلت لك ابناء سفاح، اللي يقول لك الحرب حربنا والحرب حربهم وهم يخلوهم في ارضهم، ده ابن سفاح على طول يعني، ده ما تبصلوش، ده ابن السفاح. ما هو انت لو انت فاهم ان انت ما انتش هيطولك اللي هيطوله، هتبقى انت يعني خلاص انت خدت على انك انت تحب اوضاع، في النهايه يعني نتيجتها بتبقى انت ابن سفاح، بتجيب ولاد سفاح زيك. انتوا خدتوا على الاوضاع دي وخلاص بتستلذوها، يعني بتستلذوا الاوضاع اللي بتجيب ابناء سفاح. ما انتوا عارفين الاوضاع دي اوضاع بغاء وفاحشه كلها. فكل اللي يقول لك مش قصتنا واحنا وارضنا، يا عم ارضك مين؟ انتوا هكت مليون مره، انت اتدفع عليك وتبول عليك مليون مره من جيش الاحتلال ومن العدو اللقيط ده. ايه يعني هو العساكر اللي ماتوا على الحدود واتدفنوا سرا كانهم عاملين عمله وما اتقالش عليهم شهداء، واتقال عليهم مثلا ايه عنصر. ده مش انتهاك؟ احتلال محور صلاح الدين المسمى افتراء وبهتانا فيلادلفيا، ده يعني ده مش انتهاك؟ اللي يقول لك لما انت يا ابني انت يعني انت لولا الاسود اللي جوه والشعب الصابر الصامد المحتسب اللي جوه في غزه واسودها، يعني يا ابني انت كنت مش قلعت مالط، انت كان زمانك جايب
توائم كده يعني، عارف مجوز 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 ابناء سفاح. ده غير ابناء السفاح اللي جوه، احنا مش ناقصين. فهم اذا كان عندهم مستوطنين ومغتصبين، احنا عندنا مستوطنين عرب يعني وسموا نفسهم مسلمين او ده او غيروا بقى دياناتهم وشرائعهم يعني للدين الاسلامي. شرائعهم مش دياناتهم، شريعتهم للدين الاسلامي علشان يعرفوا يعيش وسطك. لما يعني فرض عليه ان هو يعني يروح يزود عدد، لما الخاين عبد الناصر قال لك احنا عايزين الناس دي تمشي، وفي ناس هللت له الهبل وهو بيزود عدد المغتصبين والمستوطنين. كان باتفاق. وارجعوا، مش انا اللي بقول الكلام ده عشان انا يعني بس حد يقول لك انتوا بتكره الناصريين مؤسسين دوله البوليس وعايزين حد يحبهم اصلا. بس ارجعوا حتى لزكريا محي الدين وزير داخليه الطاغيه المقبور عبد الناصر، له عند الله ما يستحق، مؤسس دوله البوليس في مصر. تلاقي برضو يعني قرون بتحبه، بلاش يعني عشان تزعلوا انتوا من اللفظ التاني، قرون وحاجه استغفر، قرايل بتحبه. كل سنه وكل حر شريف طيب. وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان اي انسان شريف انا لمحته في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا دول ان ربنا يثبته. الاوضاع مش سهله والفتنه يعني ما هياش بسيطه. احنا في زمن من كتر ما ابناء السفاح كتروا، فانت ممكن يا عيني يهيأ لك ان يعني هو ده الطبيعي. لا، ده مش الطبيعي. واياك تحط في بالك ان ده طبيعي. ده مش طبيعي. طبيعي ان الصح اصح ان يتبع، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق احق ان يتبع. اي حاجه تانية مش طبيعيه صدقني شد عليها سيفون، واعرف ان ابناء السفاح دول مسيرهم خلاص، خلص الموضوع بالنسبه لهم. الارض قلت لك مليون مره لما ربنا يعني هينعم علينا بالنصر والفتح المبين والفرج، مش هيكون لهم مكان وسطنا لو وقفوا على ديولهم. الارض مش هتبلعنا احنا الاثنين ومش هتستوعبنا احنا الاثنين. احنا لنا دين وانتم مالكوش لا مله ولا دين. اقول لكم اشوفكم ان شاء الله ان كنتم من اهل الدنيا في فيديو جديد، وربنا يا رب يفوق كل ضال. وكلامي قبل ما اختم لكل رجال المؤسسات، ايا كان انت مين او بتشتغل فين، او اتق يوما ستقف فيه بين يدي الرحمن، وتذكر الا من اتى الله بقلب سليم. لولا تأييد رجال السلطه والمؤسسات للظالمين، فلولاكم ما تجبر وبطش الظالم. في يوم ما فيهوش، صدقني انت عارف وفاهم اكتر مني، اياك تستحل لقمه جايه نتيجه تخديم على ظلم او خيانه، ولا اقول لك ظلم وخيانه. وافتكر ان كل اللي حصل في فلسطين واللي بيحصل في مصر انت اياك تعرف نفسك من مسؤوليته، مسؤول عنه. وان لم تتبرأ امام الله ممن يقود مشهد الخيانه والفساد والظلم بنفسك، فاعلم ان عقابه سيطال لك. سلام عليكم.